بشرى، هل يمكن أن تحدثينا عن تجربتك الفنية وأهم المحطات بها، خاصة أنك بدأت في سن مبكرة؟ بشرى خالد هي فنانة مغربية. بدأت المشوار الفني ديالها منذ سن مبكرة 7 سنوات. بديت بالأغاني الملتزمة ديال مرسي الخليفة وأميمة الخليل. من بعد يعني توقفت على ود الدراسة، مشيت يعني لبروكسل، عملت هكا يعني خديت جولد ماستر في لا كينيزيثيرابي، خديت مجموعة يعني من لي ديبلوم ديالي وهذا. والاحتراف بدا في سنة 2008 2009، عاد بديت الاحتراف. الحمد لله بديت بمهرجان أغنية الدنيا وأخذت الجائزة الأولى بأغنية سمهان عليك صلاة الله وسلامه. من بعد جات مشاركة في ملحمتين وطنيتين، ملحمة كلنا فلسطينيون اللي كتكلم على القضية الفلسطينية، وملحمة الله على المغرب اللي كتكلم على الحكم الذاتي وعلى جمالية المدن المغربية. من بعد جات يعني مجموعة من السهرات، مجموعة من المهرجانات، كذلك التمثيل. شاركت في مسلسل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للرسول عليه الصلاة والسلام مع المخرجة هاجر الجندي، ومع مجموعة يعني كتلة من الفنانين المشارقة كليلى طاهر، أشرف عبد الغفور، الهرم المغربي محمد حسن الجندي. وهكذا يعني توالت التجربة بالنسبة كذلك التمثيل. جاء مسلسل الفهيمية مع عبد الخالق فهيد، مجموعة من الفنانين المغاربة، عبد القادر مطاع. وآخر تجربة كانت مسلسل دموع الرجال اللي داز يعني في رمضان اللي ديال 2012. ودموع الرجال يعني كانت تجربة جد مهمة بالنسبة لي، لأن كان في دوري كان في جانب كبير من الإنسانية، وزاد قرب الجمهور لي، زاد كذلك قرب الجمهور من بشرى خالد كممثلة. لو تحدثنا عن بشرى الممثلة ومشاركاتها في أعمال درامية مع عمالقة الشاشة مغاربة أو مشارقة، كيف يمكن أن تقيمين هذه التجربة؟ كما قلت لك يعني التجربة بالنسبة للمشاركة ديالي في مسلسل شفاء، تجربة كانت جد مهمة لأنها قربتني يعني من قربت المخرجين من بشرى كممثلة. يعني الحمد لله ولات التجربة يعني إنسان كانت هواية تمثيل. يعني بشرى هي يعني طرب، يعني انا مطربه بالدرجه الاولى. التمثيل جاب الصدفه صراحه، واخا انا كنت يعني كنعمل المسرح في الطفوله وهذا يعني في دور الشباب، ولكن جات الصدفه مع المخرجه هاجر الجندي. والحمد لله حتى انا يعني كفنانه كنشوف ان الفن ما عندوش وطن، ما عندوش تخصصات. يعني بشرى خالد ممكن تشوفها يعني مطربه ممثله، ممكن تشوفها مجموعه من الاشياء، سيرتو الا كان طموح وكانت موهبه. هل لديك جديد؟ بالنسبه للجديد عندي البوم ان شاء الله كيتضمن مجموعه من الاغاني اللي هي مختلفه من ناحيه الكلمه والتوزيع واللحن. وفيها ايضا مجموعه من الاغاني اللي انا عملت لهم الكلمات والالحان كاول تجربه لي في الكتابه والتلحين. هذا الالبوم غادي ينزل في بدايه صيف 2013. كذلك كاين فيديو كليب ان شاء الله غنصوروا في سنغافوره وتايلاند، ومجموعه من السهرات في دول الخليج وكذلك في بلجيكا والمانيا. ما هو برنامجك اليومي خلال الشهر الفضيل؟ بالنسبه لرمضان كأي زوجه مغربيه يعني كنفضل رمضان اني يعني ما نشتغلش بزاف، لاني نشوف يعني الزوج ديالي، نشوف بناتي والاسره ديالي، لان والانسان يعني يتوجه للخالق وشويه يعني يركز في الامور الروحانيه والامور يعني البيتيه، لان طول السنه الفنان كيكون كيشتغل والسفر. من بعد يعني ملي كيجي رمضان هذيك فتره يعني الراحه النفسيه والروحانيه. الحمد لله. غنهدي لكم واحد المقطع من القلب الخالص لقناه برنامج اليوم في قناه الحره، والجمهور ديالي فين ما كان داخل او خارج المغرب. عاشق ممحون نار الهيبة، عاشق ممحون نار الهيبة، عاشق ممحون نار الهيبة، حوس عالزين وين نصيبة، لا تضربنيش على راسي، لا تفارقنيش على ناسي، لا جالك يا طويل الرقبة، خالي وعمي وما يسولوش وفيا.